بعد اول مره رح اساويهم. الطبخه الثانيه اللي هي الصياميه او بالزيت، فينا نقول انه ما فيها لحمه او شيء. بتوقع جزائريه، بتوقع يعني مو متاكده بالضبط، جزائريه او شيء تونس او المغرب يعني، لانه اللهجه بصراحه مستحيل اعرف بالضبط اي بلد. بس هي بطاطا بالفرن بنحط معها بصل وبس. بدي اسال سؤال، شو يعني قزبوره؟ قزبوره يمكن هيك شيء قال بالفيديو، حتى ما انا كاتبه تحت بالوصف يعني، فحاولت اني حتى بالفيديو خلطه مع يعني بقدونس، فما كثير واضحه علي. ما بعرف اذا هي كزبره او لا، بس كزبره خضراء ماما، يمكن بتوقع يعني بصراحه. بنحط كزبره خضراء. ايه فشوفي الحالة بالتعليقات عم بقول قزبوره، فبقى باي لهجه انا ما بعرف صراحه، فاكتبوا لي انتم والله بأنه لهجه هي وشو بتعني، يعني هي كزبره مثل ما قالت ماما ولا لا؟ يعني انا بصراحه مثل ما ماما توقعت انه كزبره، انه مثل ما قالت انه البطاطا شو بدي نحط معها بقدونس. اوكي بيمرق مع البطاطا. اليوم منور المطبخ، مبرقوا معنا. شوفوا امي اول شيء بتساوي الفتوش، بتأمن اغراض الفتوش، بتنقيهم كذا بتساويهم، عرفتوا كيف؟ ورح اعمل اليوم بكفي باقي السمبوسك لانه امبارح شفتوا والله قمت فشيت خلقي. على فكره طالع على ماما بالشغل بهذا الموضوع. انا مثلا اذا كنت متضايقه او شيء. هاي مو بطاطا لبنانيه حياتي. لا والله منيحه، هي منيحه، عم بقلي فيها وكل شيء. لحظه منيحه هي لونها. امبارح اموال كانت هي مريضه وكذا، فقمت فشيت خلقي بالتنظيف وكذا. فكره اليوم لازم اكفي. لا تستاهل. طيب واليوم شمس بالرافه بدنا نحط شو؟ بالفرن. اليوم